نقولها اليوم بصراحة المنطلق أنه حرمان الدولة من موارد مالية يجعل الشعب يعيش في أزمة، والشعب بعد نتيجة الأزمة يخرج للشارع ويدير ثورة. هذا هو الغرض منهم. الغرض منهم أنه ما تكونش هناك منجزات تتحقق، لا من حيث البنية التحتية، لا من حيث الاقتصاد، لا من حيث الاجتماع، لا من حيث الثقافة، لا من حيث التربية، لا من حيث التعليم العالي، لا من حيث الصحة، والو. ينتقدون أي مشروع، ينتقدون أي إنجاز بهدف مش عارف أنا يعني ماذا بهم زعزعة الاستقرار. هذا هو زعزعة الاستقرار السياسي في البلد. نعم، نقولها صراحة، عندهم قاسم مشترك نعم بينهم ونتكلموها، انهم موالين للمخزن. يفرحوا لما يفرح المخزن، لما يحزن المخزن يحزنوا، لما نفرحوا احنا يحزنوا، لما نحزن احنا يفرحوهم. يعني هذا هو المشكل تاعهم. ماهوش وهذا ليس مقياسا يعني ماهوش مدفوعين بالوطنيه ولا مدفوعين بالسعي من اجل تقديم بديل افضل. وهي المرزاق، وهي اي جزائري خرج وقال بانني طلع لي هادشي في راسي ولا ازمات والطوابير وما بقيتش باغي نفيق مع 5 ديال الصباح نشد الصف وهادي وكذا، بغيت مويها نغسل حالتي وكذا وهادي، فانت عامل للمخزن، انت خدام مع المغرب، خصك تصبر صافي. ولفتي على الطوابير ولفتي على الفياق بكري، خصك تبقى بحال هكاك الى يوم يبعثون. وإلا قلت كافه من الطوابير وبركه من هاد الازمات اللي كنعيشوا، انت عامل للمخزن، خدام مع المروك. جمع راسك خويا، العقده الابديه مروك، العقده الابديه. خصك تبقى عايش في الفقر المدقع الى يوم يبعثون. ما تقولش اغنى دوله افقر شعب. قلتي كافه من الطوابير، عامل للمخزن. وما ننساش نفكرك في القانون الجديد اللي دار عمي عبد المجيد، رجل الزويهره. الجنسيه تمشي لك، تبقى تفضفض هكا وتقول الطوابير ما الطوابير، تمشي لك الجنسيه بانك عامل للمخزن. العقده الابديه المخزن، كل شيء المخزن. احنا شفنا مؤخرا قناه فرنسيه دارت تقرير على اختطاف امير ديزاد، 9 ايام وهم يدوروها في راسهم كيفاش يدخلوا المغرب، تلقاو واحد الوزيره اصلها مغربي. فين؟ في فرنسا. اهدا بلاتي مالك، التقرير هذا صايبوا المخزن. المخزن علاش؟ وزيره ديال الثقافه ديال فرنسا اصلها مغربي، ومن بعد صافي المخزن. العقده الابديه المخزن. دابا هما خرجوا ليها نيشان، تقول كفى من الطوابير وبارك علينا من هذه الازمات، عامل ديال المخزن. والقانون الجديد اللي دار عمي عبد المجيد ديال نزع الجنسيه، غيبقى الجزائري كيدور وسط الجزائر بدون جنسيه، بدون هو اصلا ما عنده لا هويه لا والو، يزيدوا يحيدوا له هذيك الجنسيه اللي عطاوه في 62. وزغط صباطك. ودابا الجزائريين كيفاش الحل ديالهم؟ خصهم يرضاو بهذا الواقع هذا اللي عاد تشوفوا دابا. اروحوا عنا نشوفوا الواقع تاع لي زالجيريا. الماء ما كانش، معاناه في المياه. الله يقول لنا جماعه رانا نخلصوا، الله يرحم والديكم. الله يقول لنا الماء رانا نخلصوا. شو والله لا رانا نخلصوا، طلقوا لنا الماء الله يرحم والديكم. أزمة تاع ماء وما كانش توضيحات، ما خرجوا وضحوا لنا ولا ما كانش الماء. خاودنا هذه ماشي غزه، هذه شلف اكزاكت سعاده الجزائريه الميح. حشموا شويه رانا كنجور بلا ماء. طلقوا لنا الماء الله يحفظكم. والله الشلف راه يتعاني بلا ماء. الزباله يا سيدي، وكاع الشتا اللي طاحت، كاع الخيرات تاع سيدي ربي ما عرفتوش من فات عمرو اومو قازير هكا تاع بلاد. ازمه ماء، ازمه ماء، الله يجعل ربي سبحانه يغفر لنا ويطيق لنا الماء ان شاء الله. معاناه، الناس راهي تعاني في الماء، تعاني تعرف شنو تعاني؟ تعاني عندهم مشاكل عائليه على الماء، الناس ما عندهاش الماء، او قرب يطلق مرته على جال الماء، ما جاب لها ستيرنا نهار كامل ويخدم خرج على 7. بلاد المليون ونصف المليون شهيد، يا عجبا يعطوك الماء بالتربولات نهار بنهار. أزمة الماء يا عباد الله، أنا باكم بلي مخي راح يحبس، والله مخي راح يحبس. غادي نشري حجرة تاع الصم نتيمم بها كل يوم حجرة كبيرة ندوش بها، هي نيمم بوايمي تبرادك. ما تحشموش الناس بلا ماء يعني كارثة، حق ربي كارثة بكل المعايير، يعني ولا تحركات ولا سلطه ولا عمر بزور ولا كي شغل راك في غابه. ترانا كي نتلاقاو بجوارينا ولا صحابنا ولا ما نقولولهمش السلام ولا صباح الخير ولا كي عشيت ولا يا درا جا الماء والو خي والو، وتقول كثره والو، اني نظل مقابل السباله والو غابه ما على بالوش بيك. عيش موت شرب دوش ما تدوش، يجيك الماء تغسل كسوتك، تغسل فمك، تغسل تتوضا،
كارثه كارثه والله تبهدينا. كاملوا يجرب البدن. هذه دولة غابة، ما فهمكمش انايا والله ما فهمكم. رانا نهضروا على الماء، جا الماء ما جاش، الماء جا الماء ما جاش الماء. هذه هي الناس تتطور ونحن نتكور. الانترنت بالتربولات في السلحفات وقلنا معليش الماء يا عجبها تعطوه لنا بالتربولات او كيفاه. هذه العيشه انا عايشينها، انا عايشين في بلادنا في الغمه والغبينه، وزدتونا نتوما الهم تاع الماء حجيانا هطلقوا لنا الماء تعطوه لنا بالتربولات. ابن عمي راكم معذبيننا نتوما في الدنيا قبل ما نروحوا عند ربي. او حنا درو غادي نقعدوا كيما هاك ندوشوا بالرونديفو او ندخلوا للتواليت ما نستغلوا ما نغسلوا. وكي ندير انا حوجيانا دوك الحوايج قاعدين يقارعوا لي وانت يطلقوا لنا الماء علاه ديرونا هكا نعيشوا بالتيمم. هنا في الجزائر انت كزون باش تخمم في المستقبل، تخمم كيفاه دير دار، تخمم كيفاه دير مشروع، لا تخمم كيفاه تجي تسترنا مال الدار. ما كاينش الماء يا ربك عنده قريب شهر ما كانش. جمعت لك ميت تاع السيتيرنات اللي راكم تعمروا في الماء للناس، يرحم الله والديكم اللي يعيطوا لكم على سيتيرنا. وها بابا خويا الناس تعبان وفقراء وزواوله، والسيتيرنا ب 150 خويا 100 وياسر. ساعدوا خويانكم، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ما جاتش. والشعب ثاني طحان الشعب ما يشكي ما يهدر ما يريكلامي على روحه والو. هيا خمم كيفاش تجيب سترنا، هيا اللي عنده سترنا خالتي يجيبها لنا حي 100 سكن تبس. الشعب يهدر على حقه. عمي عبد المجيد ها هو واحد عميل ديال المخزن، ها هو قال لك باغي يهدر على حقه. دهبيل هذا دهبيل باغي يهدر على حقه. واش ما عارفش بان المخزن هو اللي قاطع الماء على السعر الجزائري؟ انت ماك مريض ولا؟ قال له ما يعيش معنا في الجزائر، المروك هو السبب اللي تقطع فيه الماء ما كايناش في الجزائر. شوف الشعب الجزائري جالس كيجري على ذاك راه السيتيرنات ما كاينها عمر بالبيدوزاج. ها البنات مساكن الضلحوا بالحجر، قال لك ولينا كندخلوا الحجر معنا الطواريط كيديروه الحجر. لا ما خصهمش يدخلوا معهم الحجر بارك عليهم. راه يدبرهم الحجر، لا بقاو يدخلوا الطواليط بالحجر. هما البنات مساكن بقى فيهم الحال، قال لك تقهرنا بالحجر. حشومه كاع. رغم هذا الشيء كامل ما خصكش تهضر ايوا جزائري، لا هضرتي راه عميل ديال المخزن ونحيدوا لك الجنسيه. دير عقلك، راني عطيتكم الحل. شحال هذه بقاو ديروا بروغرام اصاحبي في الليل، ديروا بروغرام. الراجل يمشي للحليب ولا يمشي للعدس ولا هذه، المراه تمشي للماء، ولدكم يمشي شوف اللوبيا ولا شي حاجه، بنتكم صيفطوها للزيت ولا هذه، جداتكم حتى هي واخا تخرج تجيب على شي حاجه ثانيه، واخا الملحه ولا شي حاجه تمشي تشطب على شي حاجه. وانتم غتقدروا الامور ديالكم كامله في نهار واحد. شي يمشي للحليب، شي يمشي للماء، شي يمشي للزيت، شي يمشي للعدس اللوبيا كذا. قضيو الغرض. انا هذا الشيء كامل حطوه هنا. انا شكون اللي ضحكني؟ هو الوالي ديال واحد المنطقه من هادو اللي ما فيهمش الماء. قالوا له السي الوالي السلام عليكم. قالوا له السلام. كيفاش هاد القضيه ديال الماء اللي ما كايناش؟ الشتا طاحت الشتا. كيفاش طاحت الشتا؟ ايوا الماء ما كايناش حيت طاحت الشتا. الماء ما كايناش حيت طاحت الشتا. كيفاش طاحت عليك الفكره اصلا تجاوب هذا الجواب هذا؟ الجماجم الجزائريه راه ما كايناش بحالها. انا السي الوالي قالوا السبب هو طاحت الشتا. ولا طاحت الشتا راه خص يكون الماء موجود. لا ملي طاحت الشتا صافي حنايا ما بقاش عندنا الماء. ما لقينا ما نطلقوا للشعب الجزائري الماء. ما كايناش طاحت الشتا. فكر كانك جزائري زعما، هذا هو العقل الجزائري. السبب الاول هو سقوط الامطار الذي شكل سيول جارفه حملت معها الاتربه والطمي وغيرها، بالاضافه الى السبب الثاني المتمثل في اثر فعل الرياح الذي يتسبب في تطاير الرمال والبقايا المترسبه في قاع البحر. طبعا هذا يعود دون تمكين المحطه من تشغيلها. طبعا هذه مرحله عابره. من جهه اخرى نحمد الله ان سد سيدي يعقوب الذي يمول كذلك الولايه او جزء من الولايه من المياه، فهو كذلك تلقى كميه كبيره من المياه وصلت الى 54 مليون متر مكعب بعد ان كان 9 ملايين متر مكعب. طبعا
هناك طبعا امور تقنيه تتطلب ان هذا السد ينبغي ان يتلقى كميه اخرى ليس بالكبيره 4 5 مليون، ويسمح لنا ذلك باستغلال هذا السد، ونكون بذلك قد وفرنا لساكنتنا كميات معتبره من المياه حال استقرار الوضع على مستوى البحر. إذن هذه الأمور تعتبر خارجة عن إرادة المصالح المعنوية السياسية، ولكن هذا لا يعني أننا نبقى في أيدي المواطن ينبغي أن يتلقى حصته من المياه ولو عن طريق برنامج توزيع الصهاريج، وهذا ما يحدث حاليا، وننتظر أن نتلقى إن شاء الله شاحنة أخرى نعزز بها برنامج التوزيع من خلالكم، من خلال الساكنة. نطلب من مواطنينا من ساكنتنا الصبر والتعامل معنا مع هذه الأزمات. قال لهم الرياح وتساقطات الأمطار هي اللي كذا ودارت لنا هذا المشكل والعائق وكذا، والرياح وشنو الحالة السي الوالي دابا اللي لقيتوه؟ ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى الشعب ديالنا يصبر على هذه الأزمة هذه. هي والحلول نتوما اللي حنا كندعيو حتى حنا ثاني كندعيو الله باش الشعب ديالنا يصبر معنا. حتى ما كاين حتى حلول لا والو، حنا ما عندنا دابا حتى حاجه، حنا كنصبروا، طلبوا من الله يصبروا معنا الشعب، ولا صابر مسكين على الطوابير وعلى الازمات وعلى ويلي ولاو يجريو مور السيتيرنات ياك الايامات. وصدق او لا تصدق، بعض المناطق بانت كيجريو فيها الشعب الجزائري تابع السيتيرنا، تما كانوا خرجوا احتفلوا نهار ربحات السنغال كاس افريقيا. ديك المناطق خرجوا كيحتفلوا تمايا وكيزغرتوا وكذا، والو زغرت دابا طلع فوق السيتيرنا دابا وزغرت. لقى المهم الاخبار في راسكم ايها الشعب الجزائري. عمي عبد المجيد القانون الجديد راه كيحيد الجنسيه، وهما كيقولوا لكم شوف عيش العالميه في النشره الثامنه بانك ثالث اقوى اقتصاد في العالم والقوه الضاربه وكذا وهذه وكذا، ولكن في الواقع هو اياك تدوي على الازمات ديالك اللي كتعيشها، هو اياك تقول كفى من الطوابير، ما على الرسول الا البلاغ. انا علمتكم الاخبار في راسكم. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كيف العاده ما تنساوش لايك، خلونا الراي ديالكم في التعليقات.